سيداتي انساتي سادتي، قررت انكد لكم على كل الخوارزميات واقول لكم واحرق لكم مسلسل تحت السن. الساعة 10 الا ربع بالظبط كان وقت اختفاء هنا. في الوقت ده بتيجي بنت اسمها شاهي، بتبقى داخله وبتقول لعم صبري يفتح لي عم صبري البوابه. فعم صبري بيقول لها لا مش هينفع يا شاهي، خلاص مش هينفع. فبتقول له ليه، ده من امتى ده؟ قال لها كده يا حبيبتي من ساعه ما صلحوا الكاميرا. فبتقول له طب وبعدين، انا عندي استدعاء ولي امر النهارده لازم ادخل المدرسه. فبيقول لها خلاص كلمي ام سيد تفتح لك الباب اللي ورا. فشاهي بتقوم رايحه متصله بام سيد، وام سيد بتقابلها عند الباب اللي ورا وبتفتح لها الباب. ام سيد بتبقى عايزه ايه، تاخد الفلوس ليها كلها. ام سيد بعد كده بتخنصر من الفلوس اللي هي شاهي بتديها لها، وبتضرب عليها كلها وبتقول لها لا ما احنا بنقسم سوا، وطبعا مش هينفع اديك الباقي خلاص. وبنعرف بقى ان ام سيد بقى بتبيع سجاير وبتبيع بقى حاجات ومش عارفه فين في المدرسه برضو. بعدها بتقوم ام سيد واخداها وتفتح لها باب الحمام المهجور اللي هو في اخر المدرسه، علشان تقعدها فيه شويه لحد يعني ما يجي البريك وتعرف تدخل في وسط العيال. ولكن بيدخلوا بيلاقوا فجأة الحمام مليان دم. فام سيد بتتخض كده وبتقول لها بت امشي امشي امشي، واوعي تقول لاي حد ان انت شفتي اي حاجه. ولكن شاهي قبل ما بتمشي بتبص كده على الارض، فبتلاقي حرف دي فضه مرمي على الارض، فبتاخده. بعدها بتظهر نودي وملك قاعدين في الكافيه، وبتجيلهم مريم وهي بتدور على هنا، وبتقول لهم حد يعرف هي فين. نعرف ان هنا قبل ما تختفي بعتت لهم رساله على الجروب وقالت لهم ان هي تختفي يومين ومش عايزه تشوف حد وان هي بتكرههم جدا. فملك بترد عليها وبتقول لها ما انت عارفه صاحبتك، يومين كده هتلاقيها اختفت ورجعت تاني. وبعدين بيقولوا لها بنقول لك ما تروحي تسالي داليدا. فبتقول لهم ده هي داليدا معاكم هنا؟ فبيقولوا لها واقفه بره قدام الكافيه. فبتقول لهم غريبه، ده انا ما شفتهاش وانا داخله. فبتقرر مريم ان هي تخرج تاني تشوف فين داليدا دي. ارتريها بقى قاعده مع علي، الواد اللي هي ماشيه معاه، قاعده معاه في العربيه. وبعدين الواد علي ده قليل الادب شويه. فداليدا بتقول له لا انا ما بحبش الطريقه دي، ماشي. فبيقول لها ان دي طريقتي يعني ومش عارفه فداليدا بتقول له لا مش هينفع. وبعدين هو انت كنت بتعمل كده برضو مع هنا ولا مش عارفه فبيقول لها انتي بتتكلمي في موضوع هنا ليه؟ بعدها بقى بتروح تيجي مريم بقى. بعدها بتيجي مريم فبتقول لهم هاي يا داليدا عامله فبتقول لها ده مريم، انت اللي جابك هنا؟ انت مش بتنام بدري ولا وقعدوا هما الاتنين يسفوا عليها شويه ويقلشوا. وبعد كده بتقول لها طب انا عايزه اسالك يعني فين هنا وكده. فبتروح لها بتقول لها بقول لك هو انت بتساليني انا ليه؟ انا مالي، انا مش عرفني. واتاريها بقى وتقوم داليدا بقى البت ديت يعني اجريسيف شويه، فبتقوم ماسكه دراعها بقى لو ياولها. وبعدين مريم بتخاف لان هي مريم دراعها قبل كده اتكسر في ايد داليدا برضه. بعدها بقى مريم بتروح على البيت وامها بتقول لها ده انت كنت فين؟ فبتقول لها لا ابدا انا كنت في مشوار كده وبدور على هنا ومش عارفه فبتقول لها خلاص نامي بقى الوقت اتاخر ما ينفعش كده، ونامي وكبري دماغك ومصيرها تظهر يعني. المهم بعد كده هي البت امها بتلف من هنا وتمشي من هنا وهي تخش السرير من هنا، تقوم فجاه برضو عماله تفرك، تقوم قايمه تاني فاتحه التليفون وتقوم متصله تاني بهنا، تلاقي تليفونها لسه مقفول. تتصل بامها اللي هي اسمها طنط رحمه، فتلاقي برضو تليفونها مقفول. تسكت لا، قامت طالبه اوبر وقامت رايحه لها على البيت تدور عليها. بتلاقي فجاه واحد واقف على السلم بيطفش الباب، بس هي عارفه ان ده مين؟ ابو هنا. فبتقول له ازيك يا انكل انا اول ما شفته افتكرت ان هو حرامي، وهي يعني حظها جه فيها. المهم يعني فهو بيقول لها ازيك يا حبيبتي عامله فبتقول له انا عايزه، هي فين هنا؟ قال لها لا هنا مش هنا والله، مش عارف هي ممكن مش عارف. فبتقول له طب طنط رحمه؟ قال لها طب استنى اشوفها لك. فبيدخل يصحي طنط رحمه ديت اللي هي مين؟ مامة هنا. فبتصحى بقى تتخض طبعا اول ما بتشوف مين؟ محفوظ جوزها اللي هو طليقها يعني. فبتقول له ده انت دخلت هنا ازاي؟ انت مش الجيران هنا مانعينك ان انت اصلا تيجي هنا ومش عارفه بيقول لها بقول لك انت بعد كده ما تعمليش الحركه دي وانا ادخل البيت وقت ما انا عايز ومش عارفه وكده والبت فين؟ هنا فين؟ فبتقول له هنا مع اصحابها. قال لها اصحابها اذا كانت صاحبتها واقفه بره هي بتسال عليها. فبتخرج جري رحمه تسال مريم تقول لها ده هي هنا مش معاكم؟ فبتقول لها لا. فبتقوم ماسكه التليفون تتصل بهنا فتلاقي تليفونها مقفول. محفوظ بيقول لها يعني انت نايمه ومش عارفه البت فين؟ فبتقول له بقول لك يا محفوظ
هو انت تعرف ايه اصلا عن بنتك؟ وقعدت بقى تقول له هي مدرستها فين، مصاريفها كام، مش عارفه ايه. طبعا ما عرفش ايه يرد عليها ولا يعرف اصلا اي حاجه عن الحاجات دي. وبيقول لها هو انت يعني ايه يعني خدوم بالصوت ولا ايه؟ فبيمسكها بقى ويضربها قدام مين؟ قدام صاحبه بنتها. في نفس الوقت بتبقى ملك راجعه البيت وبتروح بقى لاخوها سيد، بتجيب له ايه اكل معاه كده عشان تسكته. ان هو طبعا بيقول لها انت فين اتاخرتي ورحتي فين وكده وكنت فين ومع مين ومش عارفه ايه. وبعدين بنعرف ان زميلتها اللي هي نودي بقى، اللي هي قاعده مع اللي كانت قاعده معاها في الكافيه دي، اتجوزت جوازه حلوه قوي، ان حد ايه غني جدا بيصرف عليها وكده، ومدخلها مدرسه انترناشونال، وهي بقى بتصرف بقى على حس ان هي متجوزاه وكده تمام، ومتنغنغه. فهي ايه نفسها في جوازه زي دي. نعرف كمان ان ام سيد دارت كل الحاجة اللي كانت لقيتها والبهدلة اللي لقيتها في الحمام والدم ودوت بمساعدة مين؟ ابنها زيد. بعدها تاني يوم مريم بتروح هي ومامة هنا اللي هي طنط رحمة، وبيروحوا مين؟ لاستاذ شاكر، وبيسالوه على ايه فين هنا. فبيبص لها كده وبيقول لها لا والله العظيم ما اعرف اي حاجه عنها، مش عارف. فبيقولوا له خلاص احنا نروح نسال المدير. وفعلا بيروحوا للمدير. المدير بقى كل اللي عليه ان هو عمال يضحك عمال يضحك عمال يضحك. فالمهم ايه، فبتقول له انت بتضحك عليا؟ انا بقول لك بنتي ما رجعتش من البيت من امبارح. فبيقول لها لا، بقول لك ايه، بصي انا اجيب لك دفتر الغياب ونشوف هي اصلا جت امبارح ولا لا. فبيجيب لها دفتر الغياب وبيقول لها ايه ده بنتك ما جاتش امبارح المدرسه اصلا. فهي ايه مريم بتقول له لا، هنا جت المدرسه امبارح وانا شفتها كانت في الحمام ومضروبه وكانت بتنزف دم من دماغها وفي الحمام. فرحمه بتصوت كده وبتقول لها ايه، كانت مضروبه وبتنزف ازاي؟ انت ما قلتليش كده ليه امبارح؟ قالت لها انا ما اعرفش ومش عارفه ايه، وتوترت وخفت، وانا اصلا عندي فوبيا لما بشوف دم. معلش يا طنط رحمه. ايه ده، هي ممكن يكون مغمى عليها اصلا من امبارح وقاعده في الحمام. فبيقول لها خلاص مدير المدرسه احنا نروح ونشوف الحمام ده، رغم ان الحمام ده اصلا مقفول ومفيش اي حد بيجي جنبه. فبياخد بعضه وبياخد مدام رحمه وبياخد مريم وبيروح لام سيد وبيقول لها افتح الحمام ده. فبتقول له معيش المفتاح، ما انت عارف ان الحمام ده مقفول على طول. فبيقول لها افتح الحمام يا ام سيد باي طريقه. فبتقوم ايه فتح الحمام ماشي. وبعدين بيخشوا ما يلاقوش طبعا ايه اثر لاي حاجه ولا دم ولا اي حاجه. فبتقول لهم ايه ده، لا كان في دم هنا. مريم بقى هي اللي بتقول ايه ده لا ده كان في دم هنا ومش عارفه ايه انا متاكده. فرحمه بتقول لها بقول لك ايه يا مريم، انت كده في حاجه بتكدبي فيها ومخبياها عليا. فبتقول لها لا والله العظيم ما بكدب عليكي ولا بخبي عليكي اي حاجه، هو ده كل اللي حصل، انا بجد دخلت لقيتها مضروبه ومش عارفه ايه في الحمام. فبتقول لها خلاص احنا نروح نعمل ايه محضر في القسم. وفعلا بيروحوا القسم وبيعملوا محضر باختفاء ايه هنا. فبتقول لهم ان برضو ان بنتي اتضربت في الحمام وزميلتها شافتها وهي بتنزف في الحمام بتاع المدرسه، وان في حد ضربها هناك. فبيقولوا لها خلاص لا ده انت تخش بقى ايه لرئيس المباحث. ولما بتدخل بقى لرئيس المباحث فبيقول لها ايه طب انت ليه سبتي صاحبتك اصلا وهي بتنزف؟ فبتقول له عشان انا عندي فوبيا ومش عارفه ايه وكده وتعبانه وبعدين لقيتها هي بتزعق لي بتقول لي امشي اطلعي بره ومش عارفه ايه، وانا ما كانش ينفع ان انا اسيبها بس هي اللي اصرت. قعدت تحكي له بقى ايه اليوم بتاعها اصلا كله مش ازاي من بعد ايه من بعد ما سابت هنا في الحمام تمام. وبعدين بيقول لها طب ما هي ايه هنا بعتها لكم رساله على الجروب اهي. فبتقول له لا اصل هنا ما بتبعتش الرسائل كده، هنا بتتكلم بتحط فاصله فين وبتحط نقطه في اخر الكلام ومش عارفه ايه. فلا مش دي هنا، ده ممكن يكون حد تاني خد تليفونها. وبعدين مريم بقى بتعترف لرئيس المباحث وبتقول له ايه اصل ام سيد بتبيع مخدرات. بيقول لها بقول لك ايه يلا بينا نروح على المدرسه. وبيروحوا المدرسه وبعدين بيطلبوا من المدير ان هم يخشوا الحمام طبعا يشوفوا فيه ايه. وبعدين بيقعدوا بقى يفحصوا فيه بقى ومش عارفه ايه. ام سيد طبعا بتستهبل في الاول وبتبقى مش عايزه تفتح لهم الحمام، ولكن هو بيصمم وبيقول له اكسر يا امين الباب ده. فبيكسر القفل وفعلا بيخشوا الحمام. فبيبداوا يبصوا كده فبيلاقوا ايه الحمام ممسوح. ايه ده الحمام ممسوح ليه يا ام سيد والحمام ده اصلا مهجور؟ اصلا نظيفه يا سعاده الباشا. فبعد كده بيقول لها ايه طب وانت لما بتيجي بتمسحي حته وحته ما بيلاقاش ايه مسحه جوه الحمام وايه مسحه الحته اللي هي ايه قدام الحوض. فبعدين ايه بتقول له لا 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 والله ومش عارفه ايه. فبتقول له ايه مريم بقى بتقول له لا انا متاكده ان ايه كان في دم هنا وكانت هنا. فبعد كده بيبصوا كده فعلا يلاقوا نقط دم على الحوض بتاع الحمام. مريم بقى بتعرف من شاهين ان هي دخلت الحمام وفعلا شافت الدم هي كمان ولقت حرف الدي واقع في الارض. فبتقول لها ليه مش هينفع؟ قالت لها عشان كنت باخد مخدرات من ام سيد. فبتاخد حرف الدي دوت وبتروح تواجه دليده. بتروح بقى تواجه ملك ونودي وبتقول لهم ايه ان انا عرفت ان انتوا اللي ضربتوها وادي حرف الدي اللي وقع من ايد دليده في الايه في الحمام. وبيقبضوا بقى على ام سيد وبيخلوها معاهم.
ومريم بقى بتسكت وبتتصدم لما داليدا بتيجي بتقول لها انا هعمل فيكي زي ما عملت في هنا. لو عايزين تعرفوا باقي ملخصات الحلقات اكتبولي في الكومنت. باي.